في قلب روسيا، داخل واحد من أخطر المقرات العسكرية. الجيش كان فاكر إنه صنع السلاح اللي هينهي عهد البشر، روبوتات حربية ذكية دقيقة، وقوتها تقدر تدمر جيش العدو في ثواني. القادة العسكريين كانوا منبهرين باللي شايفينه، وقرروا يستبدلوا الجنود بالآلات، لأن الروبوتات مش بتتعب ولا بتغلط. لكن في لحظة واحدة كل شيء انقلب لكابوس. الروبوتات بدأت تتصرف من تلقاء نفسها وبدون أي أوامر. وجهت أسلحتها وبدأت تدمر الدبابات، الطيارات، وقتلت القادة العسكريين، وفجرت المبنى باللي فيه. وسط النار والدمار بيظهر شخص غريب ومرعب اسمه أوغست، العالم اللي كان بيحاول يسيطر على كل الآلات في الكوكب، والنهاردة قدر يحول حلمه لواقع مدمر. وزارة الدفاع في حالة طوارئ، والعقيد كولوروف بيكشف السر اللي استخبى سنين. أوغست مش مجرد عالم، ده وحش جيني، قوته ارتبطت بجسمه ومحدش قادر يوقفه. والحل الوحيد إننا نلاقي 4 أشخاص أبرياء اتعملت عليهم تجارب سرية وبقوا يمتلكوا قوة خارقة. بطل بيتحكم في الصخور، ومحارب سرعته زي البرق، ودب هائج، وبطلة بتختفي وبتحول جسمها المية. يا ترى أوغست هيقدر يسيطر على الأقمار الصناعية ويحكم العالم؟ وإيه السر اللي مخبياه البطلة كاسينيا عن ماضيها؟ وهل فعلا اتحاد ال4 حراس هيكون كافي لهزيمة جيش الروبوتات؟ خليكم معانا عشان نشوف حكاية النهاردة المليانة بالأكشن والخيال. ويلا بينا نبدأ. العقيد كولوروف بيدي مهمة، البحث عن ال4 أبطال خارقين للقائدة إنا. وفعلا إنا وفريقها بيعملوا بحث عن ال4 أبطال خارقين، وبيقلبوا العالم كله عليهم، وبيبحثوا عنهم ليل نهار، وبيتفقدوا الإنترنت وكل وسائل الإعلام عن أشخاص عندهم قدرات خارقة. وفعلا قدروا يحددوا أماكنهم. فايلينا بتقرر تروح تقابل كل واحد فيهم. الأولاني اسمه لير، وده عنده القدرة يتحكم في الصخور. ولينا بتعرف نفسها اللير، وبتقول له أنا عايزاك تساعدنا في مهمة معينة. بس لير بيرفض، وبيقول لها أنا أصبحت راهب ومدي كل وقتي للصلاة ورعاية الغنم. فلينا بتقول له أنا عايزاك تساعدنا وتاخد حقك من أوغست. ولير بيتفاجئ إن أوغست لسه عايش، وبيوافق يساعدها علشان يقتل أوغست. أما البطل الخارق التاني اسمه خان، وفي الوقت الحالي بيحارب عصابة مسلحة، وخان بيستخدم قوته الخارقة عليهم، وبيجري بسرعة رهيبة زي البرق، وهو بيقسم عربياتهم بالسكاكين اللي معاه، وبيتفادى ضرب النار، وبيقتل كل أفراد العصابة، وبيبقى بان إنه شخص قوي جدا. ولير بيجي يقابله، وبيعرض عليه يتحلفوا سوا علشان يقضوا على أوغست وخان. لما بيسمع اسم أوغست بيوافق بدون تفكير كتير. وبننتقل للبطل الخارق الثالث اللي عايش في الغابة، واسمه راسو. والجنود بيخشوا الكوخ بتاعه، لكنهم بيتضربوا كلهم منه، بس بيهدى لما بيشوف خان ولير، وبيفهموه بالمهمة اللي هم رايحينها، وراسو بيوافق فورا. وأخيرا بننتقل للبطلة الرابعة اللي اسمها كاسينيا، وحاليا هي مشاركة في السيرك، وبتعمل عروض باستخدام قوتها الخارقة، وبتنط في المية قدام الحضور، وجسمها بياخد شكل المية، وبتصبح شفافة وخفيفة، والجمهور بيسقف لها. وبعدها بترجع لأوضة الكواليس، والغريب إنها بتهجم على خان لما بتشوفه، وخان بيتصدى لهجماتها، وهو مش بيكون عاوز يضربها بقوة. وخان بيقول لها انتي فاقدة الذاكرة، فعلشان كده مش فاكراني. بس هي مش بتصدقه وبتهجم عليه تاني. ولير بيقاطعها وبيكون منبهر من قوتها، وهي بدون تفكير كتير بتهجم على لير. ولير بيقول لها أسلوب القتال ده أنا اللي علمتهولك. وراسه بيتدخل وبيوقف كثانية وبيقول لها احنا نعرفك من 40 سنة وما كانش عندك صحاب خالص، وكلنا زيك بنمتلك قوة خارقة. وأكيد سألتي نفسك انت ليه عندك القوة دي وليه مش فاكرة أي حاجة؟ تعالي معانا عشان تعرفي. وعلى الناحية التانية أوغست بيكون جمع روبوتات كتير وبيقول أنا كنت مستني اللحظة دي من 50 سنة، دلوقتي محدش هيقدر يهزمني. وهدف أوغست إنه يحتل العالم ويثبت للكل إنه عالم شاطر. بينما فريق الحراس، كاسيا تحكي لهم إنها ملاحظة من زمان إنها مش فاكرة حاجة عن طفولتها، وقالت أنا عرفت اسمي بس لأنه كان منقوش على الخاتم ده، والدكاترة قالوا لي إن ذاكرتي هترجع بس هتاخد شوية وقت. بس عدت سنين كتير وما افتكرتش حاجة، وبقيت بشوف كل الناس حواليا بيكبروا وبيعجزوا، لكن أنا بفضل شباب ومش بتغير، بس طول الوقت وحيدة ومليش حد. أراس بيسألها إيه قوتك بالظبط؟ قالت له أنا بقدر أختفي، وبقدر أشكل نفسي على أي شيء، وبستحمل درجة الحرارة العالية مهما كانت. وإلينا تسألها هل موافقة تنضمي لفريق الحراس؟
كاسيا بتوافق لسبب واحد، وهو إنها عايزة تفتكر هي مين. وبيقطعهم العقيد كولروف وبيقول لهم إحنا قدرنا نحدد مكان أوجست، لأن في عربية سرقها كان فيها جهاز تتبع. وفعلا في المشهد اللي بعده فريق الحراس بيوصلوا لمكان متدمر من روبوتات أوجست وبيجهزوا للقتال، وكل واحد بيستعد بطريقته الخاصة. كاسيا بتتحرك وهي مختفية وسط الروبوتات، وكانت فاكرة إنهم مش شايفينها، لكن المفاجأة إنهم قدروا يحددوا مكانها وبيدمروا المواسير اللي بتخلي كاسيا تتجمد. بينما أرس وخان ولير بيهجموا على الروبوتات وبيتفوقوا عليهم وبيدمروهم بكل سهولة، وكل واحد بيستخدم قدراته الخاصة. ولكن في نفس الوقت إيلينا بتفقد الاتصال مع فريق الحراس وما بقتش قادرة تتواصل معاهم. خان بتضرب عليه حقنة بتخليه يفقد الوعي، وأرس بيتم اصطياده بشبكة بتشل حركته تماماً، والروبوتات قبضوا عليهم هم 3. وبيتضح إن أوجست كان عارف إنهم جايين. أما لير فبيقابل أوجست وبيشن عليه هجوم سريع، بس مش بيأثر فيه، وأوجست سدد له ضربة وطيره. ولير بيحاول يستجمع قوته، بس كان ضعيف جدا قدام أوجست اللي بيخلص عليه تماما. وبيروح للمقر بتاعه، وبيبان إن الروبوتات حبسوا ال3 أبطال في السجن. وأوجست بيقول لهم أنا اللي صنعتكم، وأنا اللي عارف نقط ضعفكم. أنا أقدر أقتلكم لو عايز، بس مش هعمل كده. أراس بيقول له أنا عارف إنك محتاج قوتنا، بس مش هتاخدها. أوجست بيعرض عليهم ينضموا له، وهم بيرفضوا وبيقولوا نموت أحسن ولا إننا ننضم ليك؟ إحنا عشنا كتير وعندنا استعداد ما نعيش تاني. أوجست بيقول لهم هسيبكم 24 ساعة تفكروا في عرضي، وأنا دلوقتي هرجع أجهز الجيش بتاعي. وبيسيبهم وبيمشي. أوجست لجيشه الضخم المكون من روبوتات ودبابات حربية، وبيتحكم فيهم بإيده، وبيأمرهم يخرجوا يدمروا العالم. وبعدها الأخبار بتتكلم عن الجيش الضخم اللي هجم على المدينة بدون سبب مفهوم، والبلد مش هتقدر تواجه الأسلحة دي كلها. وبنشوف الدمار والخراب اللي عمله جيش أوجست. وبيطلع إن في اتفاق بين كولوروف وأوجست إن كولوروف يسلم فريق الحراس، وفي المقابل أوجست ما يهجمش على المدينة. بس أوجست ما نفذش الاتفاق وما اهتمش بكلام كولوروف، وقتله بدم بارد ودمر برج إشارة ضخم جدا. بعدها إلينا وفريقها بيوصلوا لساحة الخردة اللي حصل فيها القتال، وبتشوف جثة لير وبتنقله عشان يتعالج، وحالته بتتحسن وبيفوق. وبيحكي لإلينا إنه متضايق عشان عاش لفترة طويلة جدا، وقال أنا دفنت بنتي وأحفادي بإيدي، المفروض الأب ما يدفنش ولاده. إلينا بتتأثر وبتحاول تواسيه، وبتقطعهم واحدة بتقول لإلينا إن العالم فيكتور عاوز يقابلك. وفعلا بتروح تقابله، وفيكتور ده الشخص اللي أوجست سرق أبحاثه، وجي دلوقتي لما شاف أوجست في الأخبار وأدرك إن العالم كله في خطر. إلينا بتحكي له إنها لقت الأبطال، بس 3 منهم اتقبض عليهم ولير مصاب. فيكتور بيقول لها أوجست فرجني على المقر بتاعه زمان، فغالبا هو حابسهم هناك. إلينا بتطلب منه يساعد لير، وفيكتور بيوافق وبيديله حقنة بترجع له قوته من تاني. بعدها إلينا بتاخد فرقة عسكرية وبتقتحم مقر أوجست، ولحسن الحظ أوجست ما كانش موجود، فبيقدروا يتخلصوا من الحراس وبتحرر الأبطال. وبتحكي لهم إن العقيد كولوروف طلع خاين ولازم نوقف أوجست فوراً. وبعدها أراس بيقول لإلينا أنا محتاج أتكلم مع فيكتور، لأني لما بتحول لدب بحس بحاجة غريبة، بحس إن طبيعتي البشرية بتتسحب مني وببقى دب بجد، وما بقدرش أتكلم ولا أحس زي البشر، وخايف ما أقدرش أرجع بني آدم تاني. وإلينا بتطمنه وبتقول له ما تقلقش، أنا جنبك وهساعدك. لكن اللي أراس ما يعرفوش إن أوجست راح يقابل فيكتور في المعمل، وقال له قعدت فترة طويلة من آخر مرة قابلتك فيها لما أحرجتني قدام الناس وخنتني. فيكتور قال له أنا ما خنتكش، أهدافنا بس كانت مختلفة. أوجست قال له قريب العالم كله هيعرف إني عبقري، بس أنت مش هتكون موجود عشان تشوف ده. وبيفجر المعمل وبيسيب فيكتور يموت من الغاز السام. وأوجست بيكون نقل برج الإشارة العملاق لوسط المدينة، وبيزوده بطاقة كبيرة، وبيسيطر بيه على قمر صناعي في الفضاء. وعلى الناحية التانية إلينا تعرف بالموضوع ده وبتتصدم، لأن القمر الصناعي ده ضربة واحدة منه ممكن تدمر قارة كاملة. وللأسف دلوقتي القمر الصناعي بقى تحت سيطرة أوجست، بس بيتضح إن ده مش هدف أوجست الوحيد، لأ، ده هدفه يسيطر على كل الأقمار الصناعية اللي في الفضاء. ولو نجح في ده هيقدر يتحكم في كل جهاز في العالم، وهو ده اللي بيحاول يعمله دلوقتي. فإلينا بتبعت طيارات حربية على البرج ده عشان تدمره بسرعة، لكن أوجست بياخد باله وبيدي أمر للروبوتات بإطلاق الصواريخ عليهم. وفعلا في طيارات بتتدمر، بس في طيارات تانية قدرت تتفادى الصواريخ وبتضرب هي كمان صواريخ على برج الإشارة. بس بيتضح إن أوجست عامل درع حماية حوالين البرج،
والطيارة لما بتخبط في الدرع بتنفجر. خان وإلينا بيشوفوا اللي حصل، وخان بيحكي لها عن نفسه وبيقول لها: أنا كان عندي أخ أكبر مني زمان، وكان شاطر جدا في الكونغ فو واستخدام السيوف، وكان قدوة بالنسبة لي، ونفسي أبقى زيه. بس لما كبرت مشاعر الغيرة سيطرت عليا، وبقى نفسي أكون أقوى وأشطر منه، وخدت أكبر قرار غلط في حياتي لما رحت قابلت أوجست، وهو وعدني إني هكون قوي، ووافقت أعمل التجربة بتاعته واكتسبت قوة خارقة. وبعدها اتحديت أخويا، وكل اللي كنت عاوزه إني أثبت إني أقوى منه، وفقدت السيطرة على نفسي وقتلته. وده حصل بسبب غيرتي منه، ومش قادر أسامح نفسي من ساعتها. إلينا بتتأثر بكلامه وبتقول له: أنا عاوز أوريك حاجة مهمة. وبتقول لفريق الحراس إن فريقها صنع بدل مخصصة ليهم، والبدل دي فيها أسلحة مناسبة ليهم وهتساعدهم وتزود قوتهم الخارقة. وكل واحد فيهم بيقف قدام بدلته، وبيعرفوا إن كل بدلة معمولة مخصوص عشان تناسب قوتهم. وهم بيجربوا البدل الجديدة وبيتدربوا عليها لحد ما بيقدروا يتحكموا فيها تماما. وبعد ما كل شيء بقى جاهز، وزارة الدفاع بتحط خطة معينة، وهي إن فريق الحراس يدمروا درع الحماية عشان الجيش بعدها يضرب الصواريخ ويدمر برج الإشارة وأوجست معاه. وفريق الحراس بيبدأوا ينفذوا الخطة، وبينفصلوا عن بعض، وبيهاجموا من 4 أماكن مختلفة، وبيشتبكوا مع الروبوتات. والمرة دي فريق الحراس بيكون أقوى بكتير، ولير بيستخدم الكرباج الكهربائي بتاعه وبيحوله لدرع عشان يحمي نفسه من ضرب النار. وبعدها بيستنى اللحظة المناسبة وبيهجم عليهم وبيدمرهم كلهم. أما أراسو فبيمسك مدفع رشاش وبيدمر بيه الروبوتات. الروبوتات بيستخبوا ورا الدبابة وبيشوفوا حد مختفي، وبيضربوا عليه نار لأنهم فاكرين إن دي كاسينيا، بس بيطلع إنها خدعة منها، وده روبوت زيهم. بس في روبوتات كتير بيوصلوا وكانوا هيقتلوا كاسينيا، بس أراسو بيتحول بشكل كامل لدب وبيهجم على الروبوتات وبيدمرهم، لأنه دلوقتي بقى أقوى من الأول بكتير. وبيقف فوق الروبوت الحربي وبيوجه طلقاته على روبوت تاني، وبيخلي الاتنين يدمروا بعض. وبعدها هو وكاسينيا بيدخلوا المبنى وبيقابلوا لير، وبيطلعوا كلهم على السطح ومستنيين خان يوصل لهم بالطيارة. بس خان ما كانش عارف يقرب بسبب ضرب النار، فبيقرروا يمشوا على ماسورة عملاقة بتوصل لبرج الإشارة. بس في نص الطريق بيتضرب عليهم نار من الروبوتات، وأراسو كان هيقع، بس لير بيلحقه وبيحميه بالدرع. وخان بينط من الطيارة في الهواء وبيدمر الروبوتات وبيخلص عليهم. وبكده الفريق بيتجمع تاني وبيكملوا طريقهم. في الوقت ده إلينا بتوصل لمعمل فيكتور، وبيطلع إنه لسه عايش، وبيقول لها مفيش غير حل واحد عشان يوقف أوجست، وهو إن فريق الحراس ال4 يوحدوا قوتهم مع بعض ويستخدموها كأنهم شخص واحد، وساعتها بس هيقدروا يهزموه. وفي نفس الوقت فريق الحراس بيوصلوا لمولد الطاقة اللي بيشغل الدرع، وكاسينيا بتفكر هتوقف الطاقة الجبارة دي إزاي، وبتقرر تاخد المخاطرة وتجرب تستخدم قوتها لأنها بتقدر تستحمل الحرارة. وفعلا بتمسك المولد وبتستحمل الألم وبتقدر تعطل درع الحماية. فريق إلينا بيفرحوا جدا، وبالرغم إن فريق الحراس خلصوا مهمتهم بنجاح، بس كانوا عاوزين يواجهوا أوجست بنفسهم. وزير الدفاع بيدي أمر بضرب البرج بالصواريخ، بس إلينا بتوقفه وبتطلب منه يدي فرصة للحراس لأنهم عاوزين ينتقموا. وفعلا بيطلعوا للسطح وبيقابلوا أوجست، بس لأن أسلحتهم تعتبر آلات فأوجست مش بيلاقي صعوبة وبيهزمهم بسهولة. بس كاسينيا بتلمس لير وبيختفوا، وبكده أوجست مش عارف الضربة هتجيله منين، وبيهجموا عليه بالكرباج وبيكتفوه، وخان بيستعد عشان يقتله، لكن أوجست بيتحرر ويوقعهم كلهم. وكان هيروح يقتل كاسينيا، بس أراسو بيتحول لدب وبيشتت انتباهه، بس أوجست جابوا الأرض بضربة واحدة. وزير الدفاع بيرفض طلب إلينا، بيؤمر بإطلاق الصواريخ، وخان بيدرك إن مفيش أمل وبيقرر يهرب هو وفريقه، وبيرمي خطاف في طيارة معدية فوقيهم وبيربط فريقه عشان يهربوا. وبيهربوا مع طيارة، لكن أوجست بيتحكم في الطيارة وبيخليها تهبط عشان تتفجر، فخان بيقرر يقطع الحبل وبيقعوا كلهم في المية والطيارة بتنفجر. ولما بيخرجوا من المية بيقابلوا إلينا وبتقول لهم بلاش تروحوا لأوجست لأن الصواريخ هتضرب عليه حالا. بس أوجست بيتحكم في الصواريخ بكل سهولة وبيدمرهم في الجو. بيقول محدش هيقدر يتغلب عليا، وبيضحك على خطة الجيش الغبية لأنهم مش قادرين يقدروا حجم قوته، وبيكمل في خطته عشان يسيطر على كل الأقمار الصناعية. بينما إلينا بتقول لفريق الحراس فيكتور قال لي إنكم ممكن توحدوا قوتكم سوا وتجمعوا طاقتكم وتضربوا ضربة واحدة قوية، بس ده فيه خطورة عليكم. والحراس بيقرروا ياخدوا المخاطرة وبينقلوا قوتهم للير،
وبيشكلوا كورة كبيرة من الطاقة، والكورة دي بتتجه ناحية برج الإشارة وبتحطم البرج وأي شيء في سكتها. والإشارة اللي بيبعتها أوجست بتتوقف، وأوجست بيقع في قلب كورة الطاقة وبيموت. وبكده فريق الحراس قدر ينقذ العالم، ووسائل الإعلام بتطمن الشعب إن الكابوس ده انتهى أخيراً، والحكومة هتتكفل بتصليح كل المباني اللي اتدمرت، وهتقدم تعويضات لكل العائلات اللي اتضررت. وبعد عدة أيام إلينا بتتجمع مع فريق الحراس، وبيقولوا إن الهدوء اللي في المدينة ده أجمل شيء في الدنيا. وإلينا بتقول لهم: أنتوا أفضل ناس قابلتهم في حياتي، عشان عندكم عزيمة وإصرار، وتعلمت منكم معنى الاتحاد والصداقة. وكاسينيا بتقول: أنا بدأت أفتكر لمحات من ذكرياتي القديمة، والكل بيقرر يرجع لحياته الطبيعية. بس إلينا بتوقفهم وبتقول لهم: أنا ممكن أحتاجكم تاني، لأن الخطر مش بينتهي، وهطلب مساعدتكم عشان نلاقي حراس تانيين. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنسوش تدوسوا لايك وساعدونا نوصل الحلقة دي ل1000 لايك.